الاتحاد الأوروبي يتجاهل الجزائر بسبب المغرب. اليوم بطبيعة الحال هذا هو الموضوع الأساسي، لأنه راح يكون تكملة لما تكلمنا عليه سابقا في منذ الآن يومين حول ما قام به النظام الجزائري وقضية استدعاء السفراء الأوروبيين اللي راح نرجع لها، ثم نشرحوا ماذا كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي. وصراحة كصورة كارثية جدا في هذه المسألة كما في مسائل أخرى. سنعرج أيضا على مسألة زيارة رئيسة الهند، وراح نشرح يعني الدلالات تاع زيارة رئيسة الهند إلى الجزائر، إذا كانت عندها أهمية ما كانتش عندها أهمية. عودة إلى قضية البريكس أيضا بالقياس مع دولة الهند، بحكم أن الهند هي دولة مؤسسة في مجموعة البريكس. هذه هي المسألتين بطبيعة الحال الرئيسيتين اليوم، ولو أن التركيز راح يكون على قضية الاتحاد الأوروبي. لكن قبل هذا، بحكم أنه حتى هذه قضية الاتحاد الأوروبي، أزمة بين قوسين اللي افتعلها النظام الجزائري مع الاتحاد الأوروبي هي دائما مرتبطة بالحالة المرضية للنظام الجزائري بالجارة الغربية. يعني باش يعني ما نضيعوا وقت، من نمروا وقت طويل في القضية هذه. المسألة هذه راكم حفظتوها وراكم عرفتوها، لا يمر يوم دون وراح نشوفها بالصوت وبالصورة بطبيعة الحال من عند النظام الجزائري. لكن الحالة المرضية هذه ربما لازم نعطيو عينات تأتي يوميا، عينات لهذه الحالة المرضية. تخيلوا واحد صانع ما يسمى بصانع محتوى، ربما يتكلم، أنا صراحة لا أعرفه، لكنه على ما أظن يتكلم على أمور مرتبطة بالسياحة وبالبلدان العربية، أمور مثل هذه. طلب تأشيرة على ما أظن من أجل أنه يأتي للجزائر ويصور صور. أروحوا نشوفوا الفضيحة اللي صارت مع هذا الشاب هذا. عفوا، لقطة حلوة يعني للفيديو، انه كيف الناس بتلوح لبعض، نفسهم يشوفوا بعض يعني متقاربين لبعض، بس تفصلهم الحدود. يعني انا ما بدي ادخل موضوع سياسي، ولا حدا مثلا زي ما بقول انه حدا دفع لي انه اعمل هذا الفيديو. انا بالجزائر هنا هذا السيد هذا اسمه، لا أدري لو تأكدوا لي الاسم في التعليقات، يقول لك بأنه صور فيديو ويتكلم على الحدود الجزائرية المغربية على ما أظن بجوار معبر ما يسمى بمعبر جوج بغال. صور لجزائريين ومغاربة على أساس أنه يتكلم عن الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي. نكملوا يعني جزء فقط ما يقوله. يعني حاب أصور هذا الفيديو قريب كثير، لأنه وهران قريب كثير من الحدود. فانطلقنا إلى الحدود، بسم الله. أول ما وصلنا هناك لقينا طبعا على الجانب الآخر المغاربة صاروا يلوحوا، واللي معي صاروا يلوحوا. إيه، فصرت أصور أنا. وراه في الطرف الجزائري قاعد يصور مغاربة يلوحوا الجزائريين، واللي معاه جزائريين يلوحوا أيضا. فواحد من المغرب كأنه حكى تعيش الجزائر، تحيا الجزائر. بعدين الجزائر رد عليه قال له تحيا المغرب. هي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني لأنه يعني الغرابة، ودرك نجيكم لماذا أحذف الفيديو، لكن يقول أنه هذه الصورة أزعجت، ودرك تشوفوا من أزعجت، لم تزعج المغاربة ولا درك نشوفوا من أزعجت. لكن نستمروا، يعني صورة تاع جزائري مغربي قال عاش الجزائر، وجزائريين قالوا عاشت المغرب، وانتهت القصة. يعني الأصل أنه صور عادية. كمان صار موضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين، شو رأيكم بالحدود؟ شو رأيكم هاي الأكلات من وين؟ أنا هيك بسأل عادي. فلما سألت، واحد من اللي جاوبني قال لي إنه هاد إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب. ولما يقول زعلتهم، يقول بتخيلوا بأنه جزائريين وليسوا جزائريين عاديين، السلطات الجزائرية
النظام الجزائري صار زلزال واهتزت أركانه. ودرك نقول لكم ماذا حدث رسميا مع هذا السيد، هذا اسمه على ما أظن في التعليقات كتبوا لي اسمه حطاب. هذا السيد فقط نقول فيديو تاع جزائريين يقولوا بأنه البهارات يجيو بها من المغرب، يعني هذيك الخلطات هذيك تاع البهارات يعني تأتي من المغرب. صارت أزمة دبلوماسية تقريبا. السيخون هذا لقى روحه ويقولوا له حذف الفيديو وعملت كارثة وحالة طوارئ وتهديدات وسب وشتم. في مقطع آخر من الفيديو يقول لك أنه الفيديو مباشرة بعد ما حطوا ربما حصد 1,000,000 مشاهدة في ساعتين أو 3 حذفوا، اضطر إلى حذفه. قال لك اللي معاه تعرضوا للتهديدات، كاين اللي تواصلوا معاه قالوا له حذف. جزائريين بطبيعة الحال قالوا له حذف المحادثات معنا لمجرد جزائريين في الفيديو اللي البهارات تأتي من المغرب، مثل البيزات تأتي من المغرب، هذاك القفطان والآخر. حتى الأغنية راكم تعرفوا الأغنية، كلمات الأغنية القفطان منين جا. لكن هذه الحالة المرضية تاع السرقة ولا تاع انه تحب تاخذ تراث الغير وتجعل منه تراثك. هذا الزليج يحاولوا يسرقوه، هذا القفطان هذا ولا الأمور التاريخية معروفة. أعطيني صانع زليج جزائري واحد ولا أعطيني القفطان هذا في الخارج. لما يقول لك حتى الجزائريين من قبل يقول لك مثلا صالون مغربي، يقول لك قفطان مغربي على أساس يعني هذوك النساء في الأعراس وكلش تفتخر تقول لك انا القفطان تاعي راني جبته من المغرب. هذا امر طبيعي. هذه كل واحد والامور اللي متوفره عنده، كل واحد والثقافه تاعو، كل واحد الموروث تاعو. لكن انك هذا صانع محتوى السيخونه ما فهمش، ما اصيب بصدمه. هذا انسان صانع محتوى بالك دوك تلقاه مصور الاف المرات ولا اول مره يتعرض الى هذا الامر. درك نجيو للجانب الرسمي. انا لهذا تكلمت على الموضوع، ارواحوا تسمعوا واش قال. هنا لازمني نجيب الفيديو من مكان اخر. عفوا صراحة هي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني لأنه اللي أحذف كل المحادثة بيني وبينك. قلت الموضوع كبير جدا. هنا راهو كان يحكي لي، قلت لكم انه جزائريين قالوا له احذف المحادثات بيني وبينك لانه تعرضنا لتهديدات وغير ذلك. في الامارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت سمعتوا ولا لا؟ استنى نعاود. في الامارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ طيب انت قولوا لي ايش عملت. قال لا هذا الفيديو موجه كانه سياسي رايح. بالنهاية أنا شفت إنه قال لك السفير الجزائري في الإمارات تواصل معاه وقال له إحنا عطينا لك التأشيرة وأنت علاش عملت، يعني لماذا عملت هذا الأمر ولماذا تنشر بأنه إحنا البهارات نجيبهم من عند المغرب. يعني حالة مرضية حقيقة. السيخونة صور عادية جدا، وهي حقيقة أنه على العموم هذيك الخلطات تاع البهارات وغير ذلك تأتي من المغرب. هذا أمر معروف مثل الكثير من الأمور، ولو أنه الآن صارت تأتي بطرق ملتوية بحكم الغياب تاع الطيران وغير ذلك، لكن الأمور هذه تصل بطبيعة الحال. قال لك هذه أزمة دبلوماسية وفضيحة كبرى، والناس تعرضوا للتهديد وتعرضوا للمساءلة من الأمن، وقالوا لهم كيفاش تعاملوا مع هذا حطاب، هذا عميل يعني صار الآن مصنف كعميل للمخزن. لأنه هذه شفتوا القضية المرة اللي فات، الناس اللي في بعض الأحيان يشكوا في الكلام اللي نقوله، لما قلت لكم بأنه هذيك الدنيا التونسية، هذيك الشابة هذيك اللي سجنت لسنة سجن نافذة لأنه اشتبه في أنها عميلة المخزن. قال لك دارت فيديو باش تشوه الجزائر بدفع من المخزن، هي تونسية لا علاقة لها بالمواضيع. هذا جاء صور فيديو قال لك البهارات تأتي من المغرب، أصبح يعني على رأس مؤامرة، وهو بعد صدم ويحكي. هذا فيديو ممكن تطالعوا عليه بطبيعة الحال، فيديو موجود في منصات متعددة، لكن ارتأيت فقط يعني بما أنه هذا هو المواضيع اللي أصلا رايحين الآن نتطرقوا لها، دائما مرتبطة بالحالة المرضية للنظام الجزائري بالجارة الغربية. صراحة الأمور وصلت لوضع يعني الخيال العلمي، سي لا سيونس فيكسيون. يعني مع النظام الجزائري وصلنا لواحد المستوى ما عاد التعليق صعب.
على ما يقوم به النظام الجزائري صراحة. خصوصا هذه انت حب دركا زعما مجندين الدبلوماسيه، حب تخلق تراث. عندك مكفن في حجر ما على باليش واش، عندك سكران طايح في الدروج، خلاص الانسان يروج التراث تاعو ويتوقف على هذه محاولة سرقة الغير. على كل حال تبون أكيد راح يحكي لنا على الاقتصاد والشراكات الاقتصادية مع المغرب، عفوا مع الهند. النظام الجزائري عنده هوس بالمغرب، وردوني أنا كيفهم تاني درك. فيما يخص منطقتنا اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية. بارك الله فيك تبون. على كل حال وما كناش نتوقعوا أني حتى أنا زلت اللسان تاعي راهي جات في السياق. رئيسة الهند جات للجزائر، دولة كبرى، معليش اسيدي أنا قلت لكم ما عندها دور شرفي، بصح استغل الفرصة باش تناقش مسائل، باش تناقش ملفات مهمة مع الهند، باش تحاول تجيب شراكة. لا تبون لا قالك الصحراء الغربية. تبون يا ودي لا احكي معاها على امور اخرى. لا الصحراء الغربيه، البطوش، البوليساريو، الصحراء الغربيه، الدعم المغرب، الاستعمار. المهم قال لك وشو يعني العباره هذه، سنتابع، اتفقنا مع الهند ان نتابع مخرجات. هو العنوان، شوفوا العنوان مثلا في قناه الجزائر الدوليه، الرئيس تبون والهند متمسكان بالخطة الأممية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. ما كانش الكلام هذا. تبون راهو يقول لك الجزائر والهند ستتابعان مخرجات الاجتماع القادم لمجلس الأمن اللي راح يكون كارثة كبرى على النظام الجزائري في القضية تاع الصحراء في نهاية هذا الشهر. وش هو الدلالة تاع الجملة هذه؟ وش علاقتها بأنه الجزائر والهند؟ العنوان ما عندوش علاقة بكلام تبون، والهند لم تتكلم على هذا الموضوع. شوقي بن زهرة أيضا سيتابع مخرجات اللقاء تاع الاجتماع القادم لمجلس الأمن. العالم راح يتابع الاجتماع القادم لمجلس الأمن. هذه جملة فارغة ما عندها حتى أصلا، لا تذكر في لقاء صحفي، هذه تذكر في ممكن في البيان فيما بعد. الجزائر والهند ستتابعان مخرجات اجتماع مجلس الأمن. ودي العالم كامل سيتابع مخرجات الاجتماع تاع مجلس الأمن. شكون اللي مش راح يتابع كامل؟ راح نتابعوا نشوفوا واش الأخبار، واش القرارات، واش التجديد تاع البعثة تاع المينورسو، ولا الأمور المرتبطة بهذا. التقرير اللي هو تقرير صراحة وراهو طلعنا عليه وربما نتكلم عليه في الأيام القادمة، صراحة كارثي بالنسبة للنظام الجزائري اللي جعل من القضية هذه قضية محورية. لكن يعني شوف التزوير وشوف الأكاذيب وشوف الأقاصيص والهوس. دوكا نروحوا للاتحاد الأوروبي والقضية راح تبقى في نفس التسلسل، لأنه اليوم أهم شيء هو الاتحاد الأوروبي. نشوفوا أولا النظام الجزائري ماذا يقول على دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي بسبب قضية يعرفها العام والخاص. على كل حال الأزمة هذه اللي مرتبطة بفرنسا. نسمعوا برك تقرير من التلفزيون العمومي. Bienvenue à tous, nous allons revenir ce matin sur le dernier édito du quotidien d'information Le Soir d'Algérie qui évoque les stratégies. هنا راهو عندكم التلفزيون العمومي الجزائري ينقل في مقال رأي من جريدة لو سوار دالجيري. للناس أيضا كي كنت نقول لكم أنا منذ أشهر وأنا نقول لكم بأن جريدة الخبر ولو سوار دالجيري هم الأبواق الرسمية للنظام الجزائري. هذه جريدة خاصة ينقل مقال رأي فيها من طرف التلفزيون العمومي. علاش؟ وش هو الرسالة؟ La politique droitière en France, en complicité avec des médias largement contrôlés qui déploient chaque jour une véritable campagne de dénigrement contre l'Algérie, une manière de détourner l'attention des Français sur les véritables problèmes de la France. هنا التلفزيون العمومي يقول لك انه فرنسا عندها مشاكل كبرى وانه وسائل الاعلام في فرنسا متحكم فيها، لارجمون كونترولي.
على أساس وسائل الإعلام في الجزائر حرة ونزيهة وذات مصداقية. تسمى فرنسا ما فيهاش حرية التعبير حسب النظام الجزائري وأبواقه. قال لك باللي فرنسا فيها وسائل إعلام متحكم فيها. هذا كله لأنه كاين قناة فرنسية خصصت وثائقي ولا للعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نهاية شهر أكتوبر. دونك النظام الجزائري قال لك واش نديرو؟ نروحو نهاجمو وسائل الإعلام الفرنسية ونقولوا راهي متحكم فيها. كل شيء مرتبط بالموضوع هذا. يخرج من هنا عنده الآن ساعات من اللي بثته إحدى القنوات الفرنسية، ولو أنه في واحد الجانب تاع مثلا الحديث على التفاوتات الاجتماعية في المغرب وغير ذلك، ولكن من جانب آخر فيه كلام إيجابي على ما حدث في المغرب في العشريات الأخيرة مع العاهل المغربي محمد السادس. لكن هذه قضية تخص المغرب وفرنسا في علاقتهم. النظام الجزائري قال لك لا نخرجوا درك التلفزيون العمومي ما قال في لو سواغ دالجيري وروح حاجم وسائل الاعلام الفرنسيه وقول انه متحكم فيها. تلفزيون يعني يا سبحان الله يا عجبا سي لوبيتال كي سموك دو لا شاريتي. يعني انه المستوى هذا تاع انك تسخر، كيفاش الاعلام الجزائري يسخر من وسائل اعلام فرنسيه ويقول بانها متحكم فيها. صراحة حالة مرضية. ويقول لك الأوضاع المزرية أنه تمر بصعوبات فرنسا. وهذه واش تسميها هذه؟ صور اللي بيطلع منها للديار. صور شباب ياكلوا تشكيله بكيمي ولا بالحمد. هذه واش تسميها؟ دور في تشوف السبت. شوف المدن الجزائرية. خويا دور يا دور خويا دور يا دور. كاين ناس ما تعرفهمش كيتصور دور. وسط المدينة مزابل في كل مكان. ومن بعد يقول لك كيفاش تنتشر الملاريا والدفتيريا في الجزائر. راك تشوف الأوساخ والمزابل في كل مكان والمستنقعات في وسط المدينة. أي ماشي غير الملاريا والدفتيريا اللي تنتشر. هو كارثة الوضع صراحة من كل الجوانب. لا أدري إذا كانت هناك إشكالية في الصوت ولا في الصورة، لأني لا أرى، أنا من جهتي لا أرى شيئا. أتمنى فقط أنكم تأكدوا لي أنه كل شيء على ما يرام باش ندخلوا في الجزئية هذه تاع الاتحاد الأوروبي. لكن كي تشوف الوضع هذا، كي تشوف الصور هذه، واش من كلام بقى حول يعني أنك تقول الأوضاع صعبة في فرنسا. إذا كانت الأوضاع صعبة في فرنسا راهي الجزائر راهي في وضع كارثي. عفوا راني برك باش شفت تاكدت من تعليقاتكم في الهاتف الثاني، لانه ما على باليش واش هو الاشكاليه الان. المهم انه يكون كل شيء على ما يرام من جهتكم. قلت لكم انه منذ ساعات، وهنا نوصلوا لبيت القصيد اليوم. راكم شفتوا المهازل هذه كامل باش نوصلوا للقضيه هذه. روحوا نسمعوا قناه الجزائر الدوليه. عفوا سمعوا قناه الجزائر الدوليه. الجزائرية سفراء جميع الدول الأوروبية، استقبلت وزارة الخارجية الجزائرية سفراء جميع الدول الأوروبية، وطلبت منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن القرارات الأخيرة التي تبنتها محكمة العدل الأوروبية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن معظم السفراء أكدوا أن هذه البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثل ما يروج له المخزن المغربي، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية. المخزن المغربي بطبيعة الحال تبوني يقول المخزن، وسائل الإعلام الرسمية تقول المخزن. هذا الأمر رانا تعودنا عليه، لكن دائما الحالة الماضية باش ما تقولوش بأنني أنا ولا أنا اللي عندي هاوس باش نربط كل شيء بالمغرب. ولا راهو النظام الجزائري قال لك استدعاء استقبال سفراء كل الدول الأوروبية. بيقول النظام الجزائري استقبال سفراء كل الدول الأوروبية. تقول الأمر جلل على قولة وكالة الأنباء الجزائرية. لا،
جلل صحيح، لكن ماشي مرتبط مثلا بانه مثلا للتنديد بالمعامله تاع المهاجرين الجزائريين في اوروبا، للدفاع عن المصالح الاقتصاديه للجزائر، لربما مناقشه ولا للتنديد بهذا الاتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي اللي هو في صالح الاتحاد الاوروبي 100%. لا 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 لا, لا ابدا. استقبال سفراء كل الدول الأوروبية هو من أجل التنديد ببيانات دعم من الدول الأوروبية لشراكتها مع المغرب. لماذا؟ لأنه صدر قرار من محكمة العدل الأوروبية يقضي بإلغاء اتفاقيتي شراكة، ولو أن وحدة فيهم منتهية والأخرى كان باقي لها يعني فترة قصيرة، والآن تبقى لمدة 12 شهر ثم يتم إلغاؤها. قال لك لهذا الدول الأوروبية أصدرت بيانات تؤكد فيها يعني تجديدها على الشراكة. وبطبيعة الحال قلت لكم أنا أنه المغرب لم يطعن أصلا في القرارات تاع محكمة العدل الأوروبية. من طعن هي المفوضية الأوروبية اللي هو الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، يعني أنه السلطة القضائية هي اللي تطرح الإشكال في هذا القرار. لكن أنت في هذا كله انت تتذكر واحد المقال القول دائما يذكركم به شوقي بن زهران المتحدث معكم: الجزائر ليست طرفا في النزاع حسب قول النظام الجزائري. الروايه الاسطوانه المشروخه: الجزائر ليست طرف في النزاع، الجزائر ليست طرف في النزاع. يا ولد النظام الجزائري هو النزاع في حد ذاته، وانتم تؤكدون هذا. كيفاش تستقبلوا سفراء كل الدول الأوروبية من أجل التنديد بقرار محكمة العدل الأوروبية فيما يخص قضية لا ناقة لنا ولا جمل فيها؟ معناتها انتم طرف في النزاع، وانتم النزاع، وانتم اللي خلقتوا البوليساريو في السبعينات، وانتم اللي تغدوا في القضية هذه. واليوم راهو صار وحش يعني راح يلتهمكم ربما في فترة من الفترات، وراح يلتهمنا كامل معه. لكن الحالة هذه والإشكالية الأكبر، هذه قضية راه تكلمت لكم عليها المرة الماضية، لكن الإشكالية الأكبر هي الرد. الاتحاد الأوروبي أصدر بيانات في تقريبا كل الدول تاع الاتحاد الأوروبي، أصدرت بيانات تؤكد فيها على شراكتها مع المغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية. أعطيوني بلد واحد أصدر نصف بيان بعدما الجزائر استقبلت السفراء الدول الأوروبية ونددت. كشما بلد قال لك نحن نسجل الموقف الجزائري ونلتزم بشراكتنا مع الجزائر كامل. وش داروا كما يدير المغرب من 2021، كما تدير الإمارات من 2022، كما تدير إسبانيا، كما دارت السعودية مع النظام الجزائري. ما كان بيان، ما كان مقال في جريدة، ما كان مسؤول هكا في ندوة صحفية تكلم على استدعاء السفراء الدول الأوروبية من طرف النظام الجزائري للتنديد. لأنه يقول لك واش دخلك انت اصلا تقول لي طرف في النزاع؟ يا لوز الله بلا مواقف. علاش راك في الحالة؟ واليوم المشكل انت تقول الأمور توقفت هنا. التجاهل أو ماشي فقط التجاهل. جوزيف بوريل اللي هو بطبيعة الحال نائب الرئيسة تاع المفوضية الأوروبية كان في ندوة صحفية اليوم يتكلم. تروح انت تشوف في البيان الختامي تقول الجيريا ما كانش الجزائر، ما قال ولا كلمة عن الجزائر اللي استدعات سفراء كل الدول الأوروبية باش تندد. قال لك we will talk about Venezuela. Certainly we will also consider our partnership with Morocco. I am sure. اسمعوا مليح. قال لك بأننا أكيد راح نتطرقوا إلى شراكتنا مع المغرب. هذا جوزيف بوريل في الندوة الصحفية. I'm sure the council. أنا متأكد بأنه بطبيعة الحال المجلس الأوروبي المفوضية تاع الاتحاد الأوروبي will stress how important this partnership is. قال لك أنا متأكد بأنه المفوضية راح تشدد على الأهمية بطبيعة الحال الاستراتيجية للشراكة مع المغرب. وين راحت الجزائر؟ أين الرد على النظام الجزائري؟ راه النظام الجزائري يندب ويجبد في شعره ويصرخ ويقول لك راي المخزن والاتحاد الأوروبي ورانا استدعينا السفراء تاع كل الدول الأوروبية وعبرنا لهم على التنديد تاعنا. تتخيل انت
النظام الجزائري يمرغ في نفسه ويمسح الأرض بصورة الجزائر، يشوه فينا، والنتيجة المفوضية الأوروبية لا تشير مجرد الإشارة من جوزيف بوريل إلى ما هذا العمل، القضية تاع استدعاء السفراء تاع الدول الأوروبية ما كانش. تقدروا تطلعوا بنفسكم، لا يوجد، العكس زاد عليها جوزيف بوريل وأكد على الشراكة. يعني بعد ما كل الدول الأوروبية أصدرت بيانات، زاد جوزيف بوريل قال لك بأنه احنا نشدد على الأهمية الاستراتيجية وكذا وكذا وكذا، الشراكة مع المغرب. يعني تشوفنا لوز الله بلا مواقف يوصلونا صراحة، ما بقاش ما عندك ما تزيد.